السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ويلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ يا بنات، ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. يلا بينا. بصوا، أول حاجة انتوا شفتوا عملنا ايه؟ الرز طبعا. جبنا البصل بتاعنا وزي ما شفتوا كده حرقناه، وبعد كده بعد ما تحمري البصلة قوي بتحطي لها ربع معلقة سكر وربع كوباية مية وتسيبيها تغلي مع بعضها شوية، وبعد كده تحطي معيار الرز بتاعك. ده بالنسبة للرز الصيادية، وعملناها قبل كده كذا مرة مع بعض، وهتاكلي أحلى رز اسكندراني صيادية. بصي بطعم رهيب. وكان لسه في متابعة قمر حبيبة قلبي كاتبالي تعليق حلو قوي على الرز، بتقولي الرز بتاعك طلع تحفة، وكل الناس بتقولي انت بتعمليه ازاي، وعجبها. خلاص يا حبايبي، الخطوة التانية بقى، جبنا الدقيق بتاعنا ده حطينا عليه كمون وملح وكركم، وقلّبناهم حلو أوي مع بعض وركناهم إيه، على جنب. خلاص كده، نيجي بقى للتحديقة دي بقى. معلقة توم كبيرة من اللي إحنا كنا برضه عاملينها مع بعض في رمضان دلوقتي، وبعد كده حطينا عليها إيه بقى، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية شطة حمر، وشوية ملح، عصرنا ليمونة. وبعد كده هنحدّق بيها بقى إيه، السمك. بس قبل ما نيجي جنبها للسمك يعني، هاشيل منها ربع معلقة لحاجة هنعملها مع بعض برضه، أو نُص معلقة زي ما أنتم شايفين كده. هاخد منها نُص معلقة أحطها في طبق تاني على جنب، وهاحدّق بدي السمك. وبعد كده إيه، هنشوف بُصّوا قد إيه ربع المعلقة، وبعد كده هنشوف هنعمل إيه مع بعض. خلاص يا بنات، هنجيب بقى السمك بتاعنا. السمك بتاعنا مغسول حلو أوي من جوّه ومن برّه بقى، وشايلة القشر بتاعه كويس وكل حاجة. وبعد ما خلّصته عصرت عليه ليمون، ورشّيت عليه رشّة ملح، وخلاص كده ما باجيش جنبه تاني، ما باشطفهوش. خلاص كده، وبعد كده جينا عملنا إيه بقى، التحديقة بتاعتنا أهي. بندخّلها في السمك، بتعصري على السمك ليمون وتحطّي له ملح على الوش كده، ما بتشطفيهوش تاني ولا أي حاجة. عايزة السمك يبقى كلّه كده طعمه حلو ومتحدّق حلو، تعملي الخطوات اللي أنا باقول لِك عليها، هتاكلي أحلى سمك. حطينا بقى التتبيلة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين كده، بنتبّل السمك كويس من جوّه. وما تنسيش خطوة الدقيق، خطوة الدقيق دي برضه هتعجبِك أوي، وهتطلّع لِك لون السمك تحفة ومش شارب زيت، وحلو أوي. هاقولها لكم كمان مرّة، حُطّي ملح على الدقيق، وحُطّي معلقة كركم، وحُطّي شوية كمون. بس خلّي بالِك من الملح، زي ما اتفقنا قبل كده يا بنات، إحنا بنحُط الملح على كذا خطوة، وتخلّي بالِك يعني الكمية بتاعتِك تحُطّيها على كذا خطوة. لو أنتِ هتحُطّي معلقة ملح كبيرة، هتحُطّي مرّة مثلًا على منها على الدقيق ومنها على السمك، وتخلّي بالِك من موضوع الملح ده. وبعد كده يا بنات نبدأ بقى إيه، نحُط السمك في الدقيق زي ما أنتم شايفين كده، وتطلّعي منه كل الزوايد كده، تطبطبيه بإيدك. هنخلّص برضه الكمية كلّها، وبعد كده إيه، هنروح بقى على البوتاجاز نقلي السمك. برضه إن أنتِ تسيبي الدقيق يرتاح في السمك ده برضه، ولا يوسّخ لِك الزيت، ولا تلاقي السمكية مكلكعة دقيق كتير، لأ، بتبقى برضه حلوة وبتطلع شكلها كويس ولونها حلو، والزيت مش بيتحرق منِّك ومش بينزل فرافيت الدقيق في الزيت برضه. المهم إن أنتِ خطوة إن أنتِ تعملي بقى الدقيق بتاعِك ده وتركني السمك شوية ده على ما تخلّصي، بتبقى خطوة كويسة برضه. هنكمّل بقية الكمية دي بتاعتنا كلّها. طبعًا أنا خلّصت أول حاجة بدأت بيها الرز، واتشرّب وكل حاجة ووطّيت عليه النار، وباعمل بقية الخطوات بتاعتي. الرز هيفضل على النار متوطّي عليه، وأنتِ بتخلّصي بقية الشغل بتاعِك. أول حاجة ابدئي بيها الرز. برضه زي ما اتفقنا قبل كده يا بنات، ترتيب الشغل أحسن من الشغل نفسه، بيوفّر عليكِ وقت. لكن مش يبقى إيدِك مثلًا بتنضّفي سمك وتجري مش عارفة تعملي إيه وتحطّي إيه. لأ، أنتِ أول حاجة تدخلي عليها مثلًا، أنا هابدأ بالرز، تحطّي الرز بتاعِك وتخلّصيه وتوطّي عليه، بعد كده تبدئي بقى تشوفي تنضّفي سمكِك، تحدّقي سمكِك، ترتّبي يعني، تحطّي الكام حاجة اللي أنتِ هتعمليهم قدّام عينِك. أنا هابدأ بدي وأخلّصها وأبدأ في حاجة تانية، كده أحسن لِك، وزي ما قُلت لِك هيخلّيكِ تكسبي وقت أكتر. مش هتبقي بقى متفرهدة وتعبانة وكلّه جري، جري، لأ، الحاجة اللي تخلّصيها اركنيها على جنب وخُشي في غيرها. أدينا خلّصنا بقية السمك كلّه أهو يا بنات. هاروح بقى أقلّب الرز بتاعي وأشوف إيه ناقصه حاجة، ملح ناقصه أي حاجة مثلًا والّا مَيّة والّا كده، وأوطّي عليه وأسيبه برضه يكمّل يعيش حياته كده مع نَفْسه لغاية لمّا أخلّص بقية الحاجة بتاعتي. أدي السمك خلص. أنا جايبة سمك بولتي وسط، وجايبة الصغير. الصغير ده عشان خاطر إيه، إحنا بنحب السمك بالصلصة أوي، فباجيب له الصغير ده بقى.
والسمك الوسط ده اللي هو المقلي، عشان عندي جزء من العيال مش بيحب أبو صلصة، وفي جزء بيحبه. خلاص كده يا بنات، جينا بقى بقية الدقيق بتاعنا أهو، بُصّوا حطيته في كيس أو تحطيه في برطمان أو أي حاجة وحطيه في التلاجة، لإن المرّة اللي بعديها هتزيدي عليه أو هم يكفّوكِ يعني، وتحطي وتعملي بيهم يعني، بس أهم حاجة تحطيه في التلاجة عشان ده داخله كركم وملح وأنتِ حطيتِ فيه السمك، يا في برطمان أو علبة أو كيس. خلاص كده يا بنات بُصّوا بقى لقيت الصغير الأول حطيته في الصينية دي وعليه كام قرن فلفل، وعملت الصلصة بتاعتنا، وادي السمك يا بنات المقلي. بُصّوا بقى الصلصة عملت إيه، حطيت ربع معلقة التوم اللي إحنا كنا شايلينها مع بعض دي على جنب، حطيتها على النار وبعد كده رُحت حاطة عليها الطماطم، ضربت كام طماطماية في الخلاط وعملنا بيها إيه، الصلصة. وادي السمك التاني قليته بُصّوا لونه حلو إزاي، لونه تحفة من الكركم خلّي بالكم، مش بيشرب زيت. وعملنا طبق سلطة حلو، وأدي الرز بتاعنا تحفة، وشوية باذنجان على شوية فلفل كده، طبعًا عاملين العصاير بتاعتنا وكده وإحنا عاملينها مع بعض قبل كده. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وفي رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.